السلام عليكم يا جماعة. ترند اليوم اللي هو موقف الفنان عمرو أحمد، اللي هو طفل ما شاء الله تبارك الرحمن، وفي نفس الوقت عقله كبير ودماغه كبير. بحييك يا الفنان، وبحيي رجولتك وشهامتك وفزعتك، والله والنعم فيك وبيض الله وجهك. الله يرحم من رباك. سويت شيء عظيم، سويت شيء اللي ما سووش مشاهير اليمن ومشاهير العالم كلهم، انهم لسه ساكتين على قضيه الطفله جنات، رغم انها القضيه الاولى والاساسيه اللي كان من الضروري انه يطبق حكم القصاص على المجرم. لكن لحد الان الكل ساكت والكل صامت ويغطوا على القضيه، ما بعرف ليش، بس احنا كلنا عارفانين والحق واضح وبين وكل الاثباتات موجوده، والمجرم اعترف بكل افعاله. شو بيستنوا؟ ما بعرف شو، حكموا عليه ب7 سنوات او يتزوجها. هذا هو القانون يا جماعة، قانون ما موجود لا شرعا ولا قانونا، سبحان الله. بس احنا رح نضل مستمرين ورح نضل نتكلم على الطفلة جنات لغاية ما تاخذ حقها. قضية غالب القاضي بسرعة مثل البرق اتخذوا حكم القصاص، رغم انها كانت قضية انا ويوم احنا ما كنا دارين انه حكم القصاص عليه لانه لسه هارب بسرعة. لكن القضية الأساسية لسه لحد الآن ساكتين، ولسه المجرم عايش وما تطبقش عليه حكم القصاص لحد الآن. ولحد الآن عائلة الطفلة جنات تعاني في صمت. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما يعمل شغله، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما يقول حق أو ما يقول شرع الله ولا يطبقه. أنا بشكرك كتير يا الفنان على موقفك النبيل والعظيم اللي سويته، وانت ما شاء الله تبارك الرحمن كبرت في عيوننا، واحنا معاك واحنا سندك واحنا اخوانك. والشيء اللي سويته اكيد راح يزرع بسمة امل لعائلة الطفلة جنات، وراح يدخل لبيتهم على الاقل شوية من الفرح والسرور، انهم مساكين لا حول لهم ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لحد الان هم مقهورين وميتين ومو عايشين. قتلوا البنت، قتلوا عائلة البنت، ولسه لحد الآن الحق ما ظهر. فإن شاء الله ربك كريم، الله رح ينصر الحق عاجلا وغير آجلا، ورح يتاخذ حقك يا جنات، ورح نحكي عليكي على طول يوميا يوميا يوم. أنا حكيت عليكي في المقاطع الأولى بس ما طلعوش ترند، ما بعرف ليش، بس أنا رح ظل أدافع عليكي لغاية ما يتطبق حكم القصاص وكلنا الطفلة جنات. وألف ألف ألف شكر للفنان عمرو أحمد، ما شاء الله طفل صغير بس عقله كبير، الله يحفظه، الله يحفظه ما شاء الله تبارك الرحمن. الله والنعم فيكم يا شباب اليمن، والله والنعم فيكم.